أعزائي المشاهدين والمتابعين، أهلا بكم في الحلقة 75 من الكرة مع العمدة، وسابع حلقات الموسم الرياضي الجديد 2022-2023 اللي كنا فاكرينه هيكون موسم الخير والإنجازات، لكن يظهر كده إنه هيكون موسم الصراعات والأزمات. احنا كنا دايما بنناشد جمهور بورسعيد العظيم إنه يلتزم بالتصريحات الرسمية ومتابعة المصادر الرسمية الخاصة بأخبار النادي المصري، والبعد عن أي كلام غير رسمي، حفاظا طبعا على المصداقية والتصدي للشائعات والأخبار المغلوطة. طب النهاردة لما أنا كجمهور ألاقي الكلام الرسمي لم يتم تنفيذه، بالبلد كده يعني كلام في الهوا مش شايفينه على أرض الواقع، يبقى ده اسمه إيه؟ المفروض أنا كجمهور أعمل إيه؟ الموضوع باختصار إنه من حوالي شهرين تم توقيع عقد إسناد تنفيذ مشروع استاد بورسعيد الجديد لشركة وادي النيل للمقاولات. والعقد ده يا جماعة تم توقيعه فين؟ في ديوان عام وزارة الشباب والرياضة بالعاصمة الإدارية الجديدة، يعني مش في الشارع أو على القهوة، ده في مكان تابع للدولة. ومين بقى اللي كان حاضر توقيع العقد؟ الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة شخصيا، ومين كمان؟ اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، والدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، وطبعا كان معاهم مستر كامل أبو علي. يعني من الآخر مجموعة مشرفة جدا من القيادات. ومن حوالي شهر تقريبا المجلس التنفيذي لمحافظة بورسعيد اجتمع وخد عدة قرارات، كان من ضمنها توفير أماكن بديلة لنادي بورسعيد ومركز شباب الاستاد، وده طبعا عشان إخلاء المنطقة من أجل تنفيذ مشروع استاد بورسعيد الجديد. مش كده وبس، ده احنا كمان احتفلنا ببدء أعمال إنشاء المشروع، والسادة النواب راحوا وتصوروا وكل واحد قال لك أنا اللي عملت وأنا اللي سويت، والإعلاميين كمان صوروا وكتبوا ووجهوا الشكر لنادي بورسعيد ومركز شباب الاستاد على تعاونهم من أجل بناء مشروع الحلم اللي هيعمل نهضة رياضية وسياحية واقتصادية لبورسعيد كلها. نقوم بعد كل ده نلاقي مشروع الاستاد واقف، ونادي بورسعيد ومركز شباب الاستاد زي ما هما في مكانهم، محدش اتنقل. يعني بعد كل الكلام الرسمي ده والتصريحات والصور نلاقي نفسنا محلك سر، وعقلنا عمال يودي ويجيب، مش عارفين مين الصح ومين الغلط، وبكرة مخبلنا ايه. طب تعالوا نتكلم بالعقل. تفتكروا واحد زي وزير الشباب والرياضة لما يوقع على عقد إسناد تنفيذ مشروع استاد بورسعيد الجديد لشركة وادي النيل للمقاولات ما هوش عارف هو بيمضي على ايه؟ لا طبعا، أكيد عارف، وعارف كمان كل صغيرة وكبيرة في المشروع. يعني عارف المشروع مكانه فين ومساحته قد ايه وهيتكلف كام وتنفيذه هياخد مدة قد ايه. ده غير انه راجل من رجال الدولة، يعني ما بيعملش اي حاجة الا بتوجيهات من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. يعني من الاخر كده ما عندوش وقت للهزار او الضحك على الدقون. وتفتكروا برضه يا جماعة واحد زي سيادة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد لما قرر نقل نادي بورسعيد ومركز شباب الاستاد من اماكنهم وحدد لهم اماكن بديلة، مش عارف هو بيعمل ايه؟ اكيد طبعا عارف، واكيد طبعا القرار ما كانش مفاجأة. يعني جميع اطراف الموضوع عارفة ان ده اللي هيحصل وموافقة عليه كمان. طب ليه بقى قرار المجلس التنفيذي للمحافظة لم يتم تنفيذه؟ لنادي بورسعيد جاي دلوقتي يفرض شروطه، ما فرضهاش من الاول ليه؟ خلاصة القول في سؤال واحد: ليه تنفيذ المشروع واقف؟ مين اللي بيتحدى؟ وزير الشباب والرياضة ومحافظ بورسعيد. الأسئلة دي احنا بنوجهها للسادة نواب محافظة بورسعيد، وعلى رأسهم الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب بصفته صاحب إنجاز الموافقة على تنفيذ المشروع. ده طبعا طبقا لكلام السادة الإعلاميين اللي قعدوا يشكروا فيه ليل ونهار على مجهوداته الجبارة في الموضوع ده. عشان كده بقى احنا كجماهير بورسعيد عايزينه يحافظ على مجهوده ويذلل كل العراقيل اللي واقفة في طريق المشروع عشان حتى خاطر نفسه، بلاش عشان خاطر بورسعيد، عشان خاطر نفسه. ما هو لما مشروع زي ده يتعمل في عهده تبقى حاجة حلوة له والتاريخ يفضل فاكرها له مدى الحياة، بدل ما يتقال
انه احتفل ببدء اعمال انشاء المشروع وبعدين العمل توقف. مش كده ولا ايه؟ يا رب الحلقة الجاية نقول خبر حلو في الموضوع ده. اعزائي المشاهدين والمتابعين، الى اللقاء في حلقة جديدة من حلقات الكرة مع العمدة. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة. دمتم في رعاية الله.